البروجريسيف اوفرلود، الناس كتير مفكره ان انت لازم عشان تعمل بروجريسيف اوفرلود تروح الجيم وتزود وزن عن وزنك القديم وتلعب عدات اكتر، لكن لما بيخش وبيبدا يطبق الموضوع ده تطبيقيا بيصطدم بجدار، وعشان يعدي الجدار ده بيبدا يضحي بحاجات كتير. يعني لو هو عايز يزود وزن والوزن القديم لسه صعب عليه بيبدا يضحي بحاجات زي جوده التكنيك او عدد المجاميع، او ان هو يحط فتيك جدا عالي جدا في اول مجموعه ليه، فده يبدا يقلل الباور بتاعه فما يقدرش يكمل التمرينه، ما بيراعيش الاستشفاء العضلي بتاعه. فده كله من الغلطات اللي بيعملها بسبب فهمه الغلط لمصطلح البروجريسيف اوفرلود، اللي هو انا لازم ازود وزن، انا لازم ازود عدات. انا دخلت جيم النهارده، انا المره اللي فاتت لعب 30 20 عده، النهارده اجيب بيها 22 عده. طب افرض ما قدرتش، هلعب عدتين غلط، طب ده حط عليا فتيج عالي ما قدرتش اكمل التمرينه، ساعات بتسبب اصابات. كل ده غلط او حاجات بيعملوها غلط الناس بسبب فهمهم الغلط لمصطلح البروجريسيف اوفرلود. انا عبد الرحمن من بورن تو جريند، النهارده هنشرح لك مصطلح بروجريسيف اوفرلود شرح نظري وشرح تطبيقي الاثنين مع بعض. مبدئيا كده، يعني ايه بروجريسيف اوفرلود؟ لو رحت على كروم وكتبت بروجريسيف اوفرلود في محرك البحث هيطلع لك عباره بتقول ان ده عباره عن مصطلح او مبدا تدريب انت بتقعد تزود فيه الاحمال على جسمك عشان تفضل تحقق مكاسب عضليه. بالبلدي كده انت بتزود الحمل على جسمك. دول كده الكلمتين النظري، هم بكل بساطه بروجريسيف اوفرلود يعني انت بتزود الحمل على جسمك بطرق مختلفه. طب ازاي اطبق الجمله ديت في قلب الجيم بقى، اللي هي a training principle where you gradually increase the demand displayed on your body during exercise to continue making fitness gains. عشان تطبق العباره ديت هيبقى عندك تقريبا 7 او 8 طرق. خلينا نبدا في اول واحده وهي العدات، او ان انت بتزود الفوليوم بتاعك، الفوليوم اللي هو بيساوي العدات في المجموعات. ممكن تزود العدات بتاعتك بعباره ثانيه، ان انت لو كنت بتلعب بال 20 كيلو بتجيب بيها 10 عدات، فال 20 كيلو ديت بقيت بتجيب بيها 12 عده، مع الحفاظ على التكنيك وجوده الاداء والتيمبو بتاعك. فانت كده عملت بروجريسيف اوفرلود. عشان كده دايما بتلاقي الاونلاين كوتشنج لما يجي يحط عدد مجاميع معين في الجدول بتاعه ما بيحطش رقم ثابت، يعني ما بيحطش 10 ما بيحطش 8، تلاقي حاطط للعميل بتاعه مثلا عندك في الشيست بريس هتلعب لي من رينج من 8 ل 12، فيبدا العميل مثلا اول ما يعدي ال 12 عده يبدا يفكر ان هو يزود وزن او يحط وزن جديد. وصلت معاك؟ تاني حاجه وهي جوده التكنيك نفسه. يعني لو انت كنت بتجيب بوزن معين كنت بتلعب بيه 3 عدات ولكن بجوده تكنيك وحش جدا، مثلا ما كنتش بتلعب مدى حركه كامل او ايا يكن، بعد كده بعد فتره جيت تلعب بيه تاني ولعبت بيه صح، جبت بيه الثلاث عدات بتوعك صح، بتكنيك افضل بتيمبو افضل، حسيت باستهدافك للعضله ليه كان افضل، لان طبعا كل ما التكنيك اتحسن كل ما العوائد او المكاسب العضليه بتاعه التمرين اللي انت كنت بتتمرنه ده افضل. والسبب ان انت ساعات بتلعب بتكنيك غلط ان انت ساعات بتستعجل في ان انت تكسر وزن، يعني انت بتحس ان انت هتقدر تلعب بيه وتتصدم تحت المجموع ان انت ما عرفتش تلعب بيه كويس. فما فيش مشكله خالص عادي. وبما اننا اتكلمنا عن جوده التكنيك فخلينا اخش في النقطه دي شويه. جوده التكنيك انا شايف ان افضل استغلال ليها، او لو انت عايز تحسن جوده التكنيك بتاعتك بشكل افضل، هي استغلالك لاسبوع الديلود بتاعك. يعني لو انت عندك اسبوع ديلود مفيش مشكله، حصل لك ظرف ايا يكن، حسيت ان شده التمرينه بتاعتك عاليه، ابدا اعمل اسبوع ديلود. وفي اسبوع الديلود ده انت هتقلل وزن ولكن انت مش هتضيعه، هتبدا تحسن من جوده التكنيك بتاعك، هتبدا تحس بالعضله وانت بتتمرن بيها اكتر. ما هتخلي صاحبك اللي بيتمرن معاك مثلا يبص عليك، دي فائده السبوتر اللي بيبقى واقف معاك ان هو بيعدل عليك. ساعات بتبقى وانت مثلا بتلعب تمارين معينه ما ينفعش ترفع فيها لوح كتفك زي الرفرف الجانبي، فهو ينبهك. مثلا اضعف الايمان لو ما في انت بتتمرن لوحدك، التليفون وازازه الميه او التانج بتاعتك اللي انت حاطط فيها التانج بتاعتك، وتسند موبايلك عليها وتصور نفسك عادي مفيش مشكله. وبرضه بما اننا اتكلمنا في النقطه دي خلينا نخش في نقطه الديلود، اللي هو الناس بتزعل لما مثلا يضطر يعمل ديلود بسبب الميديا طبعا، اللي هو بقى الناس مفكره ان انا طالما اضطريت اعمل ديلود يبقى النظام بتاعي وحش، يبقى كل حاجه كنت عاملها غلط، يبقى ويخش لك بقى في التيت والشريط ويعدل النظام ويقعد يتنطط من بوش بالليج الابر لور لفول بادي. خليك ناضج شويه، اصبر. يعني مثلا اذا افترضنا ان انت حصل لك مثلا واضطريت تعمل ديلود، راجع نفسك شوف ايه الغلطه اللي انت عملتها، ولكن في نفس النظام، مش لازم يكون العيب في النظام. ممكن مثلا يكون عندك نقطه ضعف انت حطيتها هاي فوليوم ولكن عليت الفوليوم زياده عن نفسك على اللازم، ما خدتش بالك من الريكفري، الاسبوعين اللي فاتوا دول انت ما كنتش بتنام كويس، انت بتشتغل 12 ساعه، هتقارن نفسك بشخص بيشتغل 5 6 ساعات او ما بيشتغلش اصلا شغلانته رايحه والجايه على الجيم. فاهم؟ ما ينفعش تقارن نفسك بنفسه. عندك عضله معينه بتتطور بسرعه وانت حطيتها فوليوم زياده عن اللازم، فجاه لقيتها في عدم تناسق غريب في جسمك. في ناس عندها البنش بيتطور بسرعه جدا، بيلعب له 4 مجاميع بس في الاسبوع مثلا ولكن هو برضه بيتطور. مش شرط. وصلت معاك؟ يعني مش عشان الناس كلها بتلعب 3 مجاميع للباي انت لازم تلعب 3 مجاميع للباي مثلا، يعني هم شويه ولكن مثلا يعني مالكش دعوه بحد. انت بص في نفسك، انت راجع نفسك، شوف انت مضطر تعمل ديلود يبقى اكيد في غلطات حصلت، علت الفوليوم في حاجه معينه، في حاجه معينه كنت عايز اديها فوليوم وما اعطيتهاش حقها، جيت عليها.
يعني راجع الغلطات اللي انت عملتها في الشده قبل ما تروح تغير النظام. يعني مش معنى ان انت مثلا غيرت من بوش بالليج الابر لور ان انت هتعدل شدتك، لان الغلطه اللي انت عملتها في الشده هناك هتعملها في الشده هنا. شوف الشده انت عدلتها فين في الاول، وامشي على النظام شويه، وبعد كده شوف النظام فعلا انت مش عارف تتمرن او مش حابه، ما تستعرف تتمرن بيه، وبعد كده نخش على الحاجه الثانيه اللي هي الحب نفسه. اعمل حاجه انت بتحبها. يعني بوش بالليج وابر لور، شوف لك اي نظام من الاخر بما العضله مرتين في الاسبوع. بس انا مش حابب ابر لور او حابب بوش بالليج، لان انت لو بتحب حاجه هتأدي فيها اكتر. فشوف الحاجه اللي انت بتحبها، النظام اللي انت جسمك مايل ليه، اللي انت حبيته اكتر، واتمرن بيه. وزي ما قلت لك قبل ما تلعب تقعد تتنطط بين الانظمه من ارنولد البوش بالليج الابر لور، شوف الشده بتاعتك عامله ازاي. انت كنت عاكك في الشده، فلو رحت لاحسن نظام في الكوكب والشده بايظه، النظام هيفضل بايظ برضه. كانت حاجه، وهي حاجه ما كانتش على البال شويه، مش متوقعه يعني، ولكن نقولها برضه، اللي هي وقت المجموعه نفسه. يعني لو انت كنت بتلعب مجموعه مثلا 10 عدات ولكنها كانت بتاخد منك 30 ثانيه، دلوقتي ال 10 عدات دول بقيت بتجيبهم اقصر مثلا في 20 ثانيه 25 ثانيه. فهل ده يعتبر بروجريسيف اوفرلود؟ ايوه ده يعتبر بروجريسيف اوفرلود. بعد كده طريقه ثانيه اللي هي المجموعه بتاعتك او الفتيج بتاع المجموعه دي. افترضنا ان انت كنت بوزن معين كنت بتوصل بيه 8 عدات للفشل العضلي، ما انتش عارف تحرك بنشك من بعديها، خلاص طالع من تحت البار بتموت. بنفس الوزن بقيت بتجيب بيه 10 عدات وعندك 4 عدات في التانك، تقدر تزود كمان وتجيب عدات اكتر. يبقى ده يعتبر بروجريسيف اوفرلود برضه. ايوه ده برضه من طرق زياده البروجريسيف اوفرلود بتاعتك. بعد كده نخش الحاجه اللي بعد كده، وهي زياده وزنك نفسه. ان انت ساعات بتبقى في فتره بالك وزنك يبقى يزيد، فلما وزنك يزيد هتبدا اي تمرين كنت بتلعبه بوزن حر يبقى صعب عليك. يعني لو انت كنت بتلعب عقله هيبقى صعب، لو انت كنت بتلعب سكوات هيبقى صعب. فالتمارين ديت هتصعب لان وزنك زاد حتى لو ما زودتش وزن على البار في السكوات مثلا. عشان كده بتلاقي بتوع الكاليستينكس لما يلاقي حركه صعبت عليه ولا حاجه، يحس ان هو عك في الاكل، يحس ان هو وزنه زاد، فتلاقيه زعلان لان الحركه ديت بقت اصعب عليه بسبب ان وزنه زاد. لان اهم حاجه عندهم الحركات، مش ان هو يعملوا الكتله العضليه. بس كده دي تقريبا كانت كل طرق تحقيق البروجريسيف اوفرلود اللي جت في بالي، وان شاء الله تعجبك. وبس كده، اتوقع ان الفيديو هيبقى قصير النهارده. سلام.